أستاذ فتحي، في ساعات متأخرة من الليل أعتقد أن المنتخب عادة ماهوش نادي تنظم له الاستقبال، تنظم له المنتخب. هو عبارة عليه مجموعة ألوان من الشعب من مختلف الأطياف. أنك أنت تجي ما يقارب على الساعة 2 ليلا أو 2 بداية اليوم، ما زال الاستقبال، وأيضا في مراسم بروتوكولات راح يحظى بتكريم هذا المنتخب. كيف تشوف في هذه اللقطة، وكيف تشوف أيضا هذا الامتداد للمنتخب المغربي؟ لا، شوف، المنتخب المغربي يستحق استقبال شعبي كبير في الشوارع، في الرباط، في غيره، لأنه ساعة توقيت الساعة 2 أو 3 الصبح. التوقيت يتزامن مع مقابلة أخرى، الأرجنتين وسويسرا، ثم التوقيت معناها في مطار، معناها مكان بعيد على وسط العاصمة. ولكن في نفس الوقت رد اعتبار للاعبين، يقولون بارك الله فيكم، شكرا لكم على اللي قدمتوه، لكن أنا ننتظر استقبال بشكل آخر، بشكل رسمي شعبي ساعة، ثم رسمي بطبيعة الحال. لأنه احنا في شعوبنا العربية عادة ما عندناش برشا أبطال، واللي ينورنا نحطوه فوق راسنا، تاج فوق راسنا. وإذا الفريق المغربي ينور الشعب المغربي، ينور الكرة العربية والكرة الإفريقية. إذا يستحق بطبيعة الحال أنه يكون الاستقبال بالحجم متاعه. نجم تقول لي علاش الاستقبال متاع الفريق المصري كان بشكل كبير جدا قياسا مع استقبال الفريق المغربي؟ أولا ساعة التوقيت، ثانيا الفريق المغربي الحقيقة متعود، لأنه في 22 وصل للدور نصف النهائي، الآن في الدور الربع النهائي، ولكن دائما إنجاز. فالشعب المغربي يعترف بالجميل متاع الفريق المغربي، ولكن يقول ان سقف الطموحات كبر اكثر عند لا، وقتها تولي تظلم الفريق. تظلم الفريق. هذا طرح لا تشوفه سلبي؟ لا، سلبي. انا نقول التوقيت هو اللي منع الشعب المغربي من الاستقبال اللي باش يكون اليوم. في بالي اليوم باش يكون الاستقبال الشعبي الكبير وربما الرسمي. لا ما تنجمش، شوف، تظلم الشعب المغربي، يظلم الفريق المغربي لو يقول له السقف نتاعنا كان باش نهزوا كاس العالم او كذا. راهو الوصول الثمانيه الكبار في العالم هو شرف للمغرب، شرف للكره العربيه والكره الافريقيه. هو لوحده عنوان، انت من بين الثمانيه الاوائل. لا بالطبع. جمال، اعتقد ان اصعب شيء واحسن شيء يتمناه دائما اللاعب هو عندما يعود الى ارض الوطن وراسه مرفوع. وراسه مرفوع. راهو لها، انت ممكن اكثر شخص تقدر توصف هذا الشعور. وكما كان الحال، انا ما نحبش ندخل في مقارنات بين استقبال المنتخب المصري والمنتخب المغربي، لانه ماشي نفس اولا ماشي نفس الظروف، لانه المنتخب المغربي كانت له سابقه انه وصل نصف النهائي في المونديال اللي راح، وانا نتوقع انه ساعات الوصول هي اللي ممكن، أنا أتوقع أنه راح يكون استقبال شعبي ورسمي في الساعات القادمة، لأنه اليوم نتوقع. وكما قال الأستاذ فتحي، يعني ما لازمش نظلموا المنتخب يعني بأمور، يعني لأنهم شفنا أنه حاولوا كثير ولعبوا، أدوا اللي عليهم وجاوا دخلوا رجعوا لبلادهم وقابلوا شعبهم براس مرفوع، يعني ما رجعوش يعني خايبين، ولا انا ما نشوفهاش خيبه امل. الاستراتيجيه ما تتوقعهاش تنتهي عند هذا الحد؟ لا بالعكس لانك تظلم المنتخب وتظلم المدرب وتظلم الجيل كله. يعني الناس جالسه، المنتخب جالس نشوفوه في تطور، في شبان جايين من بعيد يلعبوا كره قدم مليح، الكره تاعهم راهي في ازدهار متزايد. طيب. نتوقع انه نفس الشيء اللي عملوه في نصف النهائي، انا نشوفها نفس الميزان. طيب اسامه، استقبال هو ماهوش استقبال رسمي باش نكونوا متفقين، هو كان استقبال الجماهير اللي جت اللي سمعت بساعات الوصول، لكن الاستقبال الرسمي والجماهيري او الشعبي حيكون اليوم حسب ما شفنا في وسائل الاعلام المغربيه.
برضه انا نتفق ان راهو فكره ان ظلم المنتخب المغربي ان هذا المتوقع منه، هذه ماهيش فكره صحيحه. اليوم المنتخب المغربي قدم كاس عالم ممتازه، ورى وجه ثاني، واكد انه ماهوش منتخب طفره في 2022. اليوم اصعب مهمه انك انت تحافظ على انجازاتك اللي درتها. مستقبل كرة القدم المغربية أنا مانيش خايف عليه تماما، خاصة بالزج بالشبان اللي شفناهم اليوم. شفنا 4 5 أسماء جديدة انحطت على السكة وأثبتت جدارتها، لعبت خذت خبرات في كأس عالم، وهذه حاجة مهمة. منتخب المغربي للشباب خذا آخر كأس عالم في تشيلي، هذه حاجة إيجابية جدا. أنت تعرف أن القوام الرئيسي بعد في 2030 اللي حيستضيفها المغرب، حيكون جزء في استضافتها، حيكون فيه أكيد من الجيل هذا عدد كبير من اللاعبين، مع اللاعبين الحاليين اللي موجودين نحكوا على 5 6 لاعبين صغار قدمهم محمد وهبي، وتحكي على اعمار سنيه ممتازه للمنتخب المغربي. حتى الاستقبال، خلينا نمشي بسرعه استقبال المنتخب المصري، انا ما نشوفش ان استقبال المنتخب المصري كان ناجح، يعني بل انجاز او الحلمه اللي كانت نحكوا يعني استقبل في مدينه العالمين، ما كانش سمعنا حتى في اصوات كانت تطالب باستقباله في القاهره، اللي تعرف انت زي ما قلنا شغف الجماهير المصريه وانتظاراتها الكبيره. لكن احلى حاجه في كره القدم انك انت لما تمشي تشعر بانك انت في مهمه وطنيه وترجع صحيح. بانجاز مهم، تنتظر الجماهير طيب. اللي هي اهم حاجه في المعادله يعني. طيب خلينا الكرام، مساء مونديالي يتواصل ونتابع بأبرز الأخبار والمواضيع التي تصدرت المشهد الرياضي والمونديالي مؤخرا. آخر الأخبار تتعلق بالمنتخب الجزائري. الجزائر طبعا بعد أن ودعت المونديال دخلت في أزمة بين إقالة المدرب وعدم القدرة على الإقالة. تواردت العديد من المصادر بأن الاتحاد الجزائري لم يتخذ موقفا حيال هذا الملف، لكن أكيد أمر يحتاج إلى العديد من التفسيرات. كابتن جمال، وأنت من أهل الدار وسيد العارفين، أعتقد أن الأنباء متواترة. أمس الاتحاد الجزائري أو الاتحادية عقدت اجتماع، النتائج تعتبر مبهمة. وسائل إعلام تحدثت عن استمرار هذا المدرب نظرا للشرط الجزائي، والذي يجعل الاتحاد يدفع القيمة كاملة، أي قيمة العقد. كيف تشوف لي هذه الوضعية من شقين، شق إداري وشق فني؟ الشق الفني أنا خذيت موقفي لا نهائي. من الشق الفني المدرب هذا غسلت يدي منه يعني من المونديال، لكن من الشق الإداري ما عندناش معلومات، يعني ما كاش بيان من الاتحاد يبين وش هي الأمور. عرفنا أنه فقط أنه صارت جمعية عامة أمس